في ناس بيجي بيقول لك يا ضياء انت بتصلي، بتقول له اه والله بس بقطع. شو بقول لك؟ قال العذاب اللي بيقطع اكبر من العذاب اللي بيصليش. انا ما بعرفش من وين جابوها. يعني احنا درسنا عند المشايخ وعند العلماء وجلسنا على ركبنا واشغلنا اسماعنا عند العلماء سنوات طويله، بحياتي ما سمعت هذا الكلام. من وين جايبينه؟ تقول الشيطان صاحب الفكره. هذا الذي يقوم ويقع يقوم ويقع سياتيه يوم يستقيم فيه على الطريق. احنا مجبولين اننا نخطئ، كل ابن ادم خطاء، كلنا نخطئ وخير الخطائين التوابون. بدك بركة، بدك راحة، بدك رزق، ابدأ يومك بصلاة الفجر وشوف كيف الله عز وجل بيحفظك وبيرعاك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بورك لأمتي في بكورها. البركة بتنزل مع أول نفس بعد صلاة الفجر، مو لما تفيق على الساعة 11 وتصير تقول ما عاد في وقت. صلاة الفجر بتشحن القلب بطاقة ربانية، تشحن فيها روحك وقلبك. الفجر مو بس صلاة وركوع وسجود، الفجر بداية حياة. بدك نهارك يزبط، ابدأه بصلاة الفجر.